السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض ورقة الفراخ من مطبخي دعاء محي. ورقة الفراخ ورقة جميلة جدا جدا واكلة لذيذة خالص وخفيفة ومش بتاخد منك لا وقت ولا مجهود ولا هتقفي كتير في المطبخ، وهتطلع النتيجة روعة وهتعجبهم قوي. عملنا مع بعض ورقة اللحمة قبل كده والحمد لله عجبتكم كلكم. ورقة الفراخ مختلفة عن ورقة اللحمة. هنشوف مع بعض الطريقة. هنا جبت الفراخ قطعتها 4 وغسلتها بملح وخل وليمون وشطفتها كويس قوي، سبتها تتصفى وهعمل لها تتبيلة حلوة وخفيفة. طماطميتين 4 ورق لورا، بصلتين 4 و3 فصوص توم، وهنا حبهان مطحون وملح وبابريكا وبهارات مشكلة وكزبرة ناشفة وفلفل أسود. هحط الحاجة بتاعتي في الكبة، البصل والثوم والطماطم. طبعا مش هنحط ورق اللورا يا جماعه في الكبه. وحطي كمان البهارات بتاعتك واضربيهم مع بعض كويس قوي. عايزاهم يبقوا ناعمين جدا شبه معجون الطماطم كده اهو. شايفه الخليط بتاعك ناعم خالص خالص. تمام كده. في ورقه اللحمه انا كنت بدي اللحمه صدمه، لا في الفراخ مختلفه معايا عشان استفاد منها كويس قوي كلها في الصينيه. هنا بجيب من الخلطه واحط على كل ربع كده وادعك كويس واتبلها واحشي ما بين الجلد واللحم كويس قوي عشان تطلع طعمها حلو معايا. وحطي ورق اللورا لان بيدي طعم حلو برضو مع الخضار لما بيدخل الفرن. لو عندك وقت تبليها من قبلها من بالليل، لو مفيش يبقى تمام شغال معاكي حتى قبلها بنص ساعه لغايه ما تجهزي الخضار. خضاري بسيط خالص، مكعبات بطاطس ومكعبات فلفل وبصلتين برضو شرايح ومكعبات 2 طماطم، ومعايا فصين توم وملح وفلفل وكزبره ناشفه عشان الخضار. طبعا احنا حاطين توم، حاطين حياء مع الفراخ. هنا جبت الصينيه بتاعتي وهغلفها بورقه الفويل، نفس فكره ورقه اللحمه يا جماعه في التغليف. هحط ناحيه صغيره وناحيه كبيره وبعدين احط ورقه عكس الورقه الاولانيه وافرشها كويس قوي، وهنا اهي الناحيه الكبيره عشان اغطي بيهم الوش. وبعدين حطي برضو ورقه زبده عشان الاكل بتاعك يبقى صحي وما يلمسش الفويل. حطيت هنا بقى الفراخ. ليه انا هحط الفراخ من تحت؟ عشان انا عايزه استفاد بكل الدهون بتاعه الفراخ. لو تلاحظي كده ان انا مش حاطه اي ماده دهنيه، لا زيت ولا سمنه ولا هحط كمان حتى ميه، كله كده هيبقى صحي. كفايه عليا دهون الفراخ. في تركه بقى انا بحب اعملها، الخلطه دي اللي متبقيه عندي من تتبيله الفراخ. بعد ما طلعت الفراخ لقيت شويه الصوص دول، فانا بحب احط الخضار فيهم عشان اقلبهم مع بعض وياخدوا طعم وريحة بعض، وياخدوا من بعض نفس الحياء بتاع الفراخ. بعدين بجيب الخضار بتاعي وهفرش الورقة بتاعتي كلها كده واغطي الفراخ زي ما قلتلك عشان استفاد بالدهون بتاعتها كلها. وما حطيتش ولا نقطة مية يا جماعة ولا أي مادة دهنية، يعني أكل صحي 100%، وهيستوي كمان على البخار. أنا مشغلة الفرن على درجة 220. هدخل الصينية بتاعتي في الفرن تاخد أول نص ساعة وبعدين أهدي الفرن على درجة 200. وورقة اللحمة كلها بتاخد حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة. هنا قفلت الأول ورق الزبدة وبعدين الجناب الصغيرة من ورق الفويل والجناب الكبيرة، وآخر واحدة قفلي كويس قوي الصينية بتاعتك بورق الفويل عشان الاكل بتاعك يستوي على البخار. سهله جدا والله يا جماعه، والنتيجه مش عايزه اقولك جميله جدا. هنا بعد ما طلعت بقى من الفرن هنشوفها كده مع بعض، سخنه مولعه. تمام. شايفين شكل الخضار حلو ازاي؟ لونه فاتح كده ولونه وردي وجميل ومستوي جدا اهو. انا بقى بحب اطلع الفراخ من فوق عشان ادخلها تحت الشوايه تاخد شكل بعد ما استفدت منها كويس قوي. وهوريكي كمان الصوص اللي هي عاملاه شكله ازاي اهو. هنا طلعت الفراخ من فوق وادي الخضار معايا وادي الصوص اهو. هنا بعد ما طلعت من تحت الشوايه شايفين شكلها حلو ازاي؟ تقدميها بقى مع رز وسلطه وبألف هنا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتنا.